بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أحمد شيراني، صاحب مشروع غابة الاستجمام للستية تلمسان. المشروع يمتد على مساحة 13 هكتار منقسمة إلى خمسة أقسام. القسم الأول اللي احنا متواجدين فيه الآن وهو عبارة عن مكان مخصص للعائلات بور لو بيكنيك. فيه حوالي 100 طاولة، كل طاولة تحتوي على مشواة، على وسائل تسلية. القسم هذا ثاني يحتوي على عدة محلات مخصصة للشباب من أجل الترويج إلى المنتوجات المحلية للمنطقة. القسم أيضا يحتوي على بيع المثلجات والمرطبات. القسم أيضا يحتوي على مكان مخصص للألعاب للأطفال، وخصصنا ألعاب غابوية. ما بغيناش نمشوا للألعاب التسلية العادية اللي يعتمد عليها جميع المستثمرين، وإنما احنا خصصنا ألعاب غابية وتنافسية في نفس الوقت. والله أنا حياتي تقريبا من 2000 وأنا في المجال الجمعوي، ونخدموا بزاف على السياحة البيئية. دونك أنا غراس على فوري موديل، لاسوسياسيون فوري موديل اللي انا عضو مؤسس فيها، اللي كانت عندي فكره باش نروح لسياحه بيئيه غابويه اللي ناقصه بزاف في الجزائر. ما نشوفوا الاغلبيه الناس المستثمرين يروحوا للفنادق، يروحوا للمركبات. حنايا التوريزم دو ماس هذا ما يخدمناش مليح، مادام عندنا مساحات خضراء جميله جدا، وخاصه في الولايه تاعنا اللي هي ولايه تلمسان. دونك خدمنا بزاف في المجال تاع السياحه البيئيه. دونك كان حلمي ان يكون عندي استثمار سياحي بيئي في نفس الوقت، والحمد لله لحد اليوم لحقنا لهذا الشيء. نشوفوا باللي العائلات راها تجي، العائلات راها واعيه، يجي يعرف كيفاش يشعل النار، يعرف كي يجي ماشي يطفيها في الباربيكيو تاعه. الاطفال يجوا يلعبوا الالعاب هذو اللي قلت لك عليهم، الالعاب غابويه. ما يبغوش يمشوا لي ماناج ويجوا هنايا، باسكو يلقاو باللي كاين منافسه ما بين الاطفال، واحد خاصه يجيب لاسيبل، واحد خاصه دونك ومازال ان شاء الله من العام الجاي باذن الله يكون كاين عاود العاب اخرى. والله الحمد لله انا والله ملي دخلت في الاستثمار هذا عمري كانت عندي عائق. الحمد لله الاداره الجزائريه زعما واقفه. كان عندنا في بعض الايام كان عندنا هكا مش عراقيل، وانما سي دي مال اونطوندو، صدير ما كانش كاينه كومونيكاسيون ما بيننا وما بين الاداره. الحمد لله اللي راه كاين تنسيق، تبعث بريه الصباح يجاوبوك العشيه، زعما ما كاش مشكل. والحمد لله زعما مام الاداره الجزائريه عجبها المشروع تاعنا، سما يحفزوا فينا ويعاونونا لاقصى درجه. بيان سور انا نشوف باللي اللي عنده الامكانيات باش يدير استثمار كيما تاعي كامل الجزائر. كيما هنا في تلمسان الخطره هذه كنت مع محافظ الغابات يحكيوا انه راه كاين اكثر من سبع غابات استجمام على مستوى الولايه. كاين في حمام بوغراره، كاين في سبدو، كاين في بجيت ولاد ميمون، كاين هنا في تلمسان. دونك الحمد لله، وراه كاين مستثمرين كيما انايا اللي راهم ديجا ينشطوا في المجال. في ولاد ميمون راه كاينه وحده، في سيدي يوسف راه كاينه وحده، في حمام بوغراره كاين زوج، وفي سبدو كاينه وحده، وتاعنا هذه. وحنا ان شاء الله نزيدوا نتمناو من الاداره الجزائريه تزيد توسع مثل هذه النشاطات في غابات اخرى، لما لا؟ والله الحمد لله بالتوفيق من الله لحقنا اليوم وراح مخدمين اكثر من 87 شخص. دونك عندنا اكثر من 87 منصب شغل اللي راه شاغر لحد الان، وان شاء الله يزيد يتطور يزيد يطلع. هذا مباشره، هذول مناصب شغل مباشره. عندنا مناصب اخرى غير مباشره اللي هضرنا عليهم تكلمنا عليهم، اننا عندنا محلات مخصصه للشباب. لو كان ترفد مثلا 10 محلات على الاقل فيها شابين، واحد يخدم في الصباح وواحد يخدم في العشيه. دوك عندك ديجا عندك 20 منصب شغل غير مباشر. ناهيك على اصحاب سيارات الاجره، ناهيك عن اصحاب المواد الغذائيه اللي راهم يجيبوا الناس لهنا، ناهيك على اصحاب الخضر والفواكه، كلهم راهم يجوا يتعاملوا معنا بطريقه غير مباشره. المشروع كما فهمتك فيه 5 مناطق. القسم الاول هذا اللي هضرنا عليه اللي هو عباره عن مكان مخصص للعائلات باش يجوا يفوتوا اي نهار في الغابه. وعندنا لا زون 2 اللي هي ان فيلاج غاسترونوميك، قريه فن الطبخ، فيها كل ما يتعلق بالطبخ بالاكل.
مقهى كاين، قاعه شاي كاينه، بيتزيريا على الحطب اللي ما كايناش كاع في الولايه تاع تلمسان، ما عندناش حنا اللي يخدم بيتزا على الحطب 100%، دونك حنا نخدموها على الحطب 100%. وعندنا مطعم فن الطبخ حتى هو ان ريستورون غاسترونوميك باذن الله، ان شاء الله ربي يوفقنا السنه القادمه ان شاء الله يكون كاين مثلا 3 مسابح اللي كاينين ديجا في دفتر الشروط مسنين عليهم السيد الوالي. دونك عندنا 3 مسابح ان شاء الله الى ربي وفقنا يكونوا واجدين من السنه المقبله، ومسابح طبيعيه مش ما كانش عامل الاسمنت والخرسانه ما يكونش كاين ان شاء الله. دونك غادي يكونوا سي دي بيسين ناتورال، وباذن الله يكون عندنا ايبرجمون اللي تتماشى مع الطابع الغابي هذا اللي عندنا. احنا ان شاء الله لا فيزيون تاعنا غادي تكون كاينه 100 شالي اون بوا مخدومه بالحطب، ونشوفوا ان شاء الله الى من السنوات القادمه ان شاء الله الى قدرنا نزيدوا اكثر من 100 ان شاء الله نديروها. لماذا؟ اولا تلمسان هي ولايتي اللي مدت لي، زعما انا قريت في تلمسان وكبرت في تلمسان وعشت في تلمسان، دونك حبينا نديروا بصمه تاعنا، لانه هذه المشاريع هذو اللي ما يخليش بصمه ناهيك عن الفلوس عن المدخول ولا. انا نهضر لك على انا لو بليزير تاعي كي نشوف انايا اللي عائلات اللي تاكل الخبز معايا، انا كي نشوف باللي كاين عائلات راها تاكل الخبز معايا، كي نشوف باللي كاين عائلات اللي راها ما صابتش وين تروح اليوم راها تجي الحمد لله يا ربي يجوا يقعدوا هنايا كاع عندهم دي كومونتير بوزيتيف. ماذا بيا انا متمنى انكم تدوروا عليهم تسقسوا كيلكو فامي كيفاش جاتهم الحاله. دونك عندنا كاين عائلات اللي راهم عندنا هنايا تقريبا يوميا يجيو. دونك هذا هو لو بليزير تاعنا حنايا جينيرالمون على هذا المشروع. وزيد عندك لالاستي ديجا كانت دايره لالاستي اصلا مكان سياحي بامتياز معروف عالميا، وحنا المكان تاعنا جانا في لالاستي سما ديجا راه سهلوا لنا الترويج لهذا المشروع، جانا ساهل بارابور لي زوندروا واحد اخرين فيهم صحابي مثلا اللي عندهم تاهم مغابه استجمام عندهم شويه ديفيكولتي في الترويج للمشروع تاعهم. اما حنا ديجا لالاستي معروفه زعما الحمد لله. احنا في الاول كان عندنا مشكل في تاع المحافظه هذا تاع الاماكن هذو اللي هما اماكن عموميه، ولكن نشوفهم انا بلي اماكن العائلات، لانه اليوم كتكسر حاجه العائله هي اللي ضايعه خطره جايه كي تجي ما تلقاش. الحمد لله حنا ساهرين وواقفين على هذا الشيء، ولكن حتى التجاوب تاع الجمهور راه تجاوب ايجابي ما تقدرش تتوقعه. اليوم راح نشوفوا لي فامي كيكملوا من الطابله تاعهم ينقيوها، يروحوا يرموا المزبله حاشكم في مكانها. عندنا مزبلات مخصصه رمي القمم مخصصه للبلاستيك، القرع تاع البلاستيك يمشوا يرفدوا ثاني يحطوهم في مكانها. دونك الحمد لله راه كاين تجاوب. انا اصلا منبهر من التجاوب تاع الجمهور مع المرافق اللي راهي عندنا هنايا. كل الشباب اللي عنده امكانيات ما تترددش، لان الدوله راها مد يديها لاقصى درجه من اجل المساعده على مثل هذه الاستثمارات. الحمد لله. ما من البنوك اللي يحب يمشي للبنوك باش يستثمر، البنوك تانيك راهي تساعد مليح. دونك انا نقول له اللي عنده شي فكره في راسه باش يدير استثمار ويجسدها على ارض الواقع سهلها تسهل.